السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من هنا الأهلي وتحليل مباراة نادي الأهلي ونادي منتخب السويس وبعض السلبيات اللي كان عند لاعبي النادي الأهلي وعند تشكيل النادي الأهلي واختيارات مارسيل كولر هنتكلم فيها. ولكن قبل ما نبدأ حلقتنا وقبل ما نتكلم في أي حاجة نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل الناس شافت سلبيات وعشوائيات لاعبي النادي الأهلي في لعبهم امبارح ضد منتخب السويس في كاس مصر، وبعض العشوائيه اللي كانت عند طاهر محمد طاهر، وبعض العشوائيه اللي كانت عند اليو ديانج، وبعض العشوائيه اللي كانت عند حمدي فتحي. هكلمكم باستفاضه عن كل حاجه تخص مباراه النادي الاهلي، وطبعا ليه محمد هاني ما كانش بيهاجم في الشوط الاول، وليه خالد عبد الفتاح برده ما كانش بيقدر يزيد في الهجوم. رقم واحد هنتكلم فيه تشكيل النادي الاهلي. هو انا ليه ما عدلش الملعب بايمن اشرف او كريم الدبيس؟ كريم الدبيس اللي نزل ضد حرس الحدود دقيقتين او 3 ايا كان، ليه كريم الدبيس ما ادلوش فرصه في مباراه زي دي ما دام انا مش هلاعب ايمن اشرف؟ ايمن اشرف النادي الاهلي بيدوروا على احتفاليه، كان اكبر احتفاليه ليه ان هو يلعب مباراه منتخب السويس او مباراه في الدوري تكريما لمشواره مع النادي الاهلي. ودايما اللاعب المصري بيبقى عنده تحدي جوه نفسه، لو المدرب مش بيلعبه بينزل حتى لو شوط واحد بينزل يثبت نفسه عشان خاطر يقدر يرجع نفسه تاني ويثبت لكل الناس ان انا استاهل ان انا البس تيشيرت النادي الاهلي. طبعا ليه ما عدلش التشكيل؟ دي حاجه ترجع لمارسيل كولر. بعيد عن موضوع عدل التشكيل دلوقتي، اليو ديانج وحمدي فتحي كانوا بيزيدوا بطريقه غير طبيعيه وبطريقه عشوائيه. ليه غير طبيعيه وليه بطريقه عشوائيه؟ دلوقتي مارسيل كولر من اول ما مسك النادي الاهلي واحد من الديفندرات بيزيد بحساب ازاي؟ حمدي فتحي بيزيد واليو ديانج بيقف. لو الاثنين زادوا دلوقتي هيبقى في عشوائيه في هجوم النادي الاهلي، وكل اللعيبه هتبقى ضغط على كهربا، ضغط على حسين الشحات، ضغط على طاهر، ضغط على كل الناس. فانا دلوقتي بزيد واحد واوقف واحد مع مروان عطيه، لكن الاثنين يزيدوا وعلى الاطراف او في قلب 18 الخصم، فدي حاجه عشوائيه جدا من لاعبي النادي الاهلي. طاهر محمد طاهر امبارح برضو كان بيستلم الكوره وعنده عشوائيه في اللعب، مش عارف هياخد الطرف، ما عرفش يدخل جوه الملعب، ما عرفش هيعمل الشغل مع كهربا، ما عرفش يعمل الشغل مع محمد هاني، ما عرفش يعمل الشغل مع اليو ديانج، ما حدش كان عارف اي حاجه امبارح من لعب طاهر. في الدقيقه 12 محمد هاني ما رضيش يزيد مع طاهر محمد طاهر لما لقي طاهر محمد طاهر بيستلم الكوره، ومجرد ما يستلم الكوره مش عارف يعمل بها ايه، وبيستنى لما الدنيا تتزحم ويبدا يتصرف في الكوره. فمحمد هاني وقف رفع اوفر واحد في الشوط الاول كله بسبب عشوائيه طاهر محمد طاهر. من بدايه المباراه النادي الاهلي عمل دفاع بطول الملعب. دفاع ازاي بطول الملعب؟ كهربا والشحات وطاهر محمد طاهر واليو ديانج وحمدي فتحي كانوا بيضغطوا بطول الملعب، والطريقه دي مش بتستمر كتير عشان خاطر اللياقه البدنيه عند اللعيبه مش بتسعفهم ان هم يكملوا. ولكن النادي الاهلي اول 35 دقيقه بدا يلعب ضغط بطول الملعب عشان خاطر نستحوذ على الكوره بسرعه ونخلص المباراه بسرعه. طاهر محمد طاهر وحمدي فتحي واليو ديانج اللعب العشوائي سبب تاخير الهدف للنادي الاهلي في الشوط الاول، برغم ان احنا هاجمنا كتير جدا عليهم. ولكن طاهر محمد طاهر زي ما بوضح لحضراتكم كده، طاهر بيستلم الكوره بيدخل جوه الملعب، اليو ديانج بيتحرك مكانه، محمد هاني بيقف، طاهر بيرجع تاني على نفس الخط اللي محمد هاني فيه واليو ديانج فيه، في نفس الوقت بيحاول يعمل الشغل مع صانع الالعاب، مش بيلاقي صانع الالعاب. حمدي فتحي بيبقى داخل منطقه الجزاء، فدلوقتي الشغل هيتعمل مع مين غير مروان ان انا ارجع له الكوره من البدايه خالص وابدا في الهجمه من جديد. فعشوائيه طاهر سبب عدم زياده محمد هاني، وسبب اللخفنه اللي كان فيها اليو ديانج، ان اليو ديانج ما كانش عارف يتحرك فين، واليو ديانج كان بيتحرك مكان طاهر محمد طاهر، وطاهر محمد طاهر بيدخل جوه مكانه. فهو ده سبب او ملخص الشوط الاول، عشوائيه طاهر، خطوره كهربا وحسين. بس طبعا ملخص الشوط الاول زي ما قلت لك، العشوائيه اللي ظهرنا بيها دي سببها كله طاهر واليو ديانج اللي بيتحرك، وطاهر ما بيلاقيش حد يعمل الشغل معاه، وفي نفس الوقت ما بيلاقيش حمدي فتحي، وفي نفس الوقت برضه محمد هاني كان بيقف
عشان خاطر لما بيزيد الكره ما بتوصلوش. وطاهر برده كان بياخد الكره بيأخر يأخر 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 لحد ما يتضغط عليها، وفي الاخر لا اما يرجعها لرامي ربيعه او لياسر ابراهيم او لمروان عطيه، يا اما الكوره بتتقطع منه زي ما نوضح لحضراتكم كده. دي عشوائيه طاهر وعدم زياده محمد هاني، ودي عدم عدله خالد عبد الفتاح. وكنا محتاجين واحد يلعب قدام خالد عبد الفتاح او واحد مكان خالد عبد الفتاح اشول، عشان خاطر حسين الشحات يبدا ينهي الهجمه معاه، عشان خاطر الهجمه تكتمل النادي الاهلي ويبقى شكلنا كويس. لكن خالد عبد الفتاح كان بيزيد بحرص، حسين الشحات ما كانش بيباصله كتير، عشان خاطر عارف ان الكوره هيقف عليها وهيلف وهيرفع، وعقبال ما يقف عليها ويكون لاعب منتخب السويس وقف صح، يكون مدافعين منتخب السويس وقفت صح. في الشوط الثاني تغييرة قفشه مكان اليو ديانج فرقت مع النادي الاهلي. بدانا نعمل استحواذ على في نص ملعب منتخب السويس، بدانا نعمل استحواذ على الملعب كله. بدا محمد مجدي قفشه يستلم الكوره ويبدا يوزع لعب، بدا يهدي الدنيا، بدا يعمل شغل مع حسين الشحات مع كهربا، بدا يعمل الشغل مع مروان عطيه. بدانا نستحوذ على الكوره ونسحب منتخب السويس لقدام ونفك التكتل الدفاعي بركله الجزاء اللي محمد مجدي قفشه عملها حمدي فتحي. محمد مجدي قفشه لما حمدي فتحي نزل، محمد مجدي قفشه اتحرك مكانه وهو كان نازل صانع العاب عشان خاطر يبدا يهدي الدنيا بدل العشوائيه اللي كنا فيها الشوط الاول. احمد القندوسي مارسيل كولر، والتركايه اللي عملها في الشوط الثاني ان احمد القندوسي نزل. كل الناس كانت مفكره انه هينزل ديفندر. احمد القندوسي لو اخدت بالك اول ما نزل اول دقيقتين او اول 4 دقائق بدا ينزل في يتحرك قدام خالد عبد الفتاح، واحمد عبد القادر يضم جوه الملعب يلعب كفيرود جنب كهربا، والقندوسي عشان خاطر يعمل اوفر على طول بدل ما خالد عبد الفتاح بيأخرها. اول ما احرزنا الهدف في الدقيقه 86 بدا احمد القندوسي مارسيل كولر رجعه كديفندر في المكان الاساسي مكان حمدي فتحي اللي هو كان نازل فيه. وطبعا عشان خاطر يبدا يعدل الملعب ونلعب 4-3-3 بدا القندوسي يرجع جنب مروان عطيه، بدا محمد مجدي قفشه يرجع جنب مروان عطيه. التشكيل اللي احنا نهانا بيه مباراه الوداد طبعا باستثناء ان القندوسي ما نزلش مباراه الوداد، كان بيلعب 4-3-3 على اساس ان محمد مجدي قفشه متطرف ناحيه اليمين، على اساس ان السوليه قافل نص الملعب وبيلعب نقطه ارتكاز، على برضو اساس ان حسين الشحات طبعا خرج نزل مكانه عبد القادر. بدانا نلعب 4-3-3 ونلعب دفاع بعرض الملعب بالثلاثه ديفندرات بالثلاثه المهاجمين بالاربعه اللي بيلعبوا ورا، وبدانا نقف صح. هو ده اللي حصل بعد ما احرزنا الهدف في منتخب السويس في الدقيقه من 25 للدقيقه 37 الشوط الاول في مباراه النادي الاهلي ومنتخب السويس. زي ما انا عارض لحضراتكم كده على الشاشه، الاهلي لما بدا يبقى فيه تكتل من منتخب السويس والاهلي ما كانش عارف يبدا الهجمه ازاي، ومحمد مجدي قفشه مش موجود اللي بيهدي الدنيا خالص، بدا حسين الشحات يرجع، بدا طاهر يروح، بدا محمد هاني يلعب من الثبات، وبدانا نلتجئ للكوره العاليه عشان خاطر نفك تكتل منتخب السويس. فكل ده سبب سلبيات وعشوائيات لاعبي النادي الاهلي. ونرجع نسال برضو مارسيل كولر انا ليه ما بداتش بباك ليفت مكان خالد عبد الفتاح، ودي حاجه ترجع له، ولكن انا اعدل الملعب افضل من ان انا العب واحد يمين يلعب على الشمال عقبال ما يوصل للهجوميه غصب عنه ما يقدرش يرفع الكوره مباشره. فليه ايمن اشرف ما لعبش وليه كريم الدبيس ما لعبش؟ حلقه الوصل في النادي الاهلي في الشوط الاول كنا مفتقدينها، عملها محمد مجدي قفشه. مروان عطيه ما كانش عارف يعملها. مروان عطيه كان بيستلم الكوره من خط الدفاع، كان بيستلم الكوره من محمد هاني او خالد عبد الفتاح، كان بيدور عشان يجمع كوره ويلعب مع الديفندرات، كان بيلاقي حمدي فتحي واليو ديانج خلاص فتحوا الملعب زادوا في الهجوميه، مفيش حد مع مروان عطيه يقدر يبدا الهجمه معاه. حتى طاهر كان بيتطرف برضه، حسين الشحات كان هو الوحيد اللي بينزل يستلم من مروان عطيه، هو اللي يبدا يعمل الشغل كله مع محمود عبد المنعم كهربا. محمود عبد المنعم كهربا كان مستعجل جامد جدا 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 فوق ما تتخيل امبارح عشان خاطر يقدر يحرز هدف، وللاسف ما حرزش هدف. فعشوائيه النادي الاهلي كانت تغلب على لاعبي النادي الاهلي، وطبعا تشكيل مارسيل كولر عليه علامات استفهام كتيره برغم
اللي احنا شفناه منه والسياسه اللي هو كان بيلعب بيها ومارسيل كولر وتخطيطه للمباريات كلها، والنادي الاهلي بيستحوذ يبدا يهاجم وما بيدخلش في النادي الاهلي اهداف كتيره، ولكن برضو علامات استفهام امبارح على لاعبي النادي الاهلي وعلى تشكيل مارسيل كولر. ولكن الف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله نقابل الداخليه ويكون الاداء افضل من كده. وعندنا مباراه مع البنك الاهلي يوم الخميس اللي جاي، نتمنى انه نشوف عدله للملعب او علي معلول يرجع مكانه ويبدا النادي الاهلي لهجومه صح، ونلعب 4-2-3-1 او حتى لو هنلعب 4-3-3 اللي هيزيد من نص الملعب يزيد بحرص، يبدا يجمع الكوره مع مروان عطيه عشان خاطر ما نستعجلش وما نفتقدش الكوره بسرعه. افتقدنا للكوره سبب عشوائيتنا امبارح. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى يكون التحليل عجب حضراتكم، واتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى كمان تكون اشتركت في القناه وفعلت الجرس عشان يوصلك كل حلقاتنا ان شاء الله، وتكون عملت لايك للفيديو عشان الحلقه توصل لكل الناس ان شاء الله. سلام عليكم.